الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. أول حاجة هنعملها هنعمل كده. تمام. معلش يا بنات هتأخر عليكم، بس أنا إن شاء الله مش هتأخر عليكم، يعني أنا معاكم. نقول أول حاجة: اللهم بك آمنت وعليك توكلت وأنت خير الحافظين يا رب، اللهم آمين. اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت خير الحافظين. ايه اللي انت جايباه ده يا مسامة؟ تعالوا شوفوا انا جايبة ايه. اهو. ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ دي القوطة غالية. لا ما عندناش حاجة غالية. عندنا القوطة ال3 ب10 يا جدعان. 3 ب10. ايوه ال3 ب10. مستغربة ليه؟ وحمرا كده. حمرا كده زي الفل اهي يا بنات، وحمرا وزي الفل. بكام؟ ب3 ب10. بتهزري؟ ايوه، هو اللي جابالي قال لي كده، فانا لازم اقول زي ما قال لي. ما ينفعش انا اعمل عليكم شغل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت جايبه عدايه؟ ايوه جايبه عدايه. جايبه العدايه دي بكام يا مسام؟ جايبه ال3 ب10. طب ايه ده؟ انت هتجننينا كده بقى؟ يعني احنا بقى الناس اللي عندنا حراميه ولا ايه؟ لا انا ما قلتش كده. انا ما قلتش كده. امال ايه طيب اللي بيحصل ده بقى؟ لا اللي بيحصل ده هقول لكم. انا قاعده كده ولا بيا ولا عليا، وعماله افكر شمال في يمين ويمين في شمال وفوق وتحت وتحت وفوق. عايزه اعرف هعمل ايه، جعانه وعطشانه ومش قادره اقف ولا اسند طولي. وبعد كده قلت يا بت وعادي، هتعملي ايه؟ خليكي قاعده شويه، اشربي كوبايه شاي. طيب شربتي كوبايه الشاي، خليكي قاعده شويه، كلي لك قرصايه. كلت القرصايه. طب وبعدين يا بنتي وانتي تعبانه وعطشانه ومش قادره وريقك ناشف، قلت يا بت وعادي. لقيت الباب بيخبط عليا كده ولا بيا ولا عليا، وقال لي افتحي افتحي. قلت له مين معايا؟ قال لي افتحي بس افتحي وانا هقول لك مين معاكي. قلت له طب ايه ده؟ مش اعرف الاول مين معايا؟ قال لي انا مرسال جايلك. جايلي منين المرسال ده؟ ايه ده؟ رحت فتحت لقيت بقى شنط قوطه داخله عليا، شنط قوطه داخله عليا، شنط. ليه الشنط القوطه دي القوطه غاليه. مفيش فايده، محدش عايز يرد عليا. طب منين القوطه دي يا ام اسامه؟ في الاخر طلعت القوطه دي، طلعت في الاخر والدي بعتها لي. والدي بقى لقاني عمال اعمل في نواشف نواشف نواشف، وانتوا عارفين طبعا ان هو طبعا يعني هو مش هقول بياكل معايا، لا هو انا لما بعمل حاجه حلوه بوديله، فطبعا عمال ياكل في زهق مني. زهق. هي والله حمرا يا بنات، بصوا لما بقربها هي حمرا دم، بس الكاميرا ظلمها. بصوا حمرا زي يعني بصوا كأنها دم غزال. تمام يا بنات. رحت قلت ايه ده انا بقى اتكسفت من نفسي لما لقاني عماله اعمل نواشف نواشف نواشف. راح بقى بعت لي بقفص القطه الجميل اللي هديه، احلى هديه. هي دي احلى هديه بصراحه. بعتهولي بقى طبعا، وهنضفه بقى انا معاكم. وطبعا هقوم ايه غسلاه كويس ومنضفاه، واحطه بقى هصلصل اللي هصلصله وايه، ونعمل اللي نعمله ونشوف الدنيا فيها ايه. هنعمل كل حاجه ايه برضه. انا ما بخبيش عنكم حاجه يا بنات، انتوا عارفين ان انا ما بخبيش عنكم حاجه. طب جبتي المشنه الحلوه دي منين يا ام اسامه؟ كنت ماشيه كده ولا بيا ولا عليا عند السوق، ولقيت المشنه دي. قلت له يا عم تديني مشنه؟ راح قال لي اديكي مشنه. قلت له مشنه بكام؟ قال لي ب15 جنيه. قلت له يلا هاتها يا عم، مع انها مكسره ومبهدله وحالها وطلع عينيها، بس قلت تنفعني في حبه فطير، في حبه حاجه احط فيهم القطه دي لغايه الصبح كده، لان انا النهارده بصراحه تعبانه ومش قادره بجد بجد بجد. انا النهارده همسح واروق، ويعني الدنيا مش متظبطه عندي، وعملت اكل وعملت فته النهارده يا بنات، وان شاء الله باذن الله
الرز ما كانش عاجبني يا بنات وتعكننت ما رضيتش اصور والله العظيم. كنا جايبين رز من مكان كده وطلع يلا بقى الحمد لله طلع مش كويس. فوالله كنت متكلة على ربنا وعلى شوية الرز دول، بس يلا مفيش نصيب بقى. يعني احنا مش هنجيب رز تاني، احنا هنجيب طول ما احنا عايشين هنجيب. اوعي تزعلي، اوعي تزعلي على حاجة ضاعت ولا حاجة اترمت ولا حاجة عملت. تعالى يا بنات اما اقولكوا على حاجة كمان ايه، بما اننا بقى إيه النهارده بقى اصلا ايه ما عملناش فيديو ولا عملنا روتين ولا عملنا حاجة. بس تعالوا يا بنات اقولكوا ايه ده ايه ده ايه يا ام اسامة اللي انتي بتعمليه ده. هو انا كده يا ام اسامة. ايوه هو انا كده. بتعملي ايه اللي انتي بتعمليه ده يا ام اسامة؟ انا اقول لكم ايه اللي بعمله ده. رحت ايفنت يا بنات بتاع الايفنت وسنين. رحت ايفنت يا بنات والله الايفنت كان جميل مش هنكدب على الله. ده الايفنت كان تحفة واغاني بقى وشباب والاغاني شباب الجيل الجديد دوت اللي هو صوته حلو. والله العظيم كان يعني يوم بصراحة انا اتبسطت فيه. بس بقى يعني هي النفوس اللي مش حلوة، ربنا يهدي الناس. المهم يا بنات رحت بقى الايفنت دوت تبع المستشفى طبعا. وكنت ولا بيا ولا عليا كده وبرده ايه جالي دوت من الايفنت. كويس ان انا ايه برده ايه طلعت بحاجه يعني. دي طبعا بناخده مع لجنه فيتامين د لازما. انا طبعا بطلت اروح اجيب علاج من المستشفى، فواحده صاحبتي قابلتني راحت مدياني دول. قلت يلا كويس ايه هينفعوني وهيقعدوا معايا حبه كتير يعني. مدياني ما شاء الله 6 شرايط، لا مدياني 5 شرايط. يا بنات ادتني 5 شرايط دول فيتامين د. وادتني والله واحد كالسيوم بس مش عارفه هو فين، ما علينا يعني. قلت هينفع. ايه ده انت حطيت لنا القوطه على الشجر اللي انت جايباه ده، على الدنيا على العلاج على كله. انا متضايقه بقى وزعلانه ومش قادره بصوا اتحمل. كان في مكياجات يا بنات بيفرقوها علينا تمام، وانا اللي لحقته الحاجات اللي بتتحط على المكياج. هم كانوا حاطين كده حاطين عليها المكياجات، انا هو ده اللي لحقته يا بنات. هو ده اللي انا قدرت اعصر عليه. قالوا لي انت هتاخدي ده، قلت لهم يعني ما اخدش حاجه اروح كده فاضيه بايدي فاضيه ما ينفعش حتى اجبره بخاطري. قالوا لي خدي يلا كده كده اصلا هم هيرموه كان ديكور يعني. فالمهم يا بنات رحت جايه بقى ماسكه كده ورحت ماسكه كل واحده دب ترخ ترب ترخ ترب ترخ. موتهم لكم كلهم يا بنات وطلعت بيهم بشويه الزعف. قلت طب انا هعمل ايه يعني، انا جالي شويه زعف حلوين ولا ده اسكتوا زعف ايه الناس تضحك علينا كده. لا ازعل منهم. ده ديكور اللي كانوا حاطين عليه المكياجات اللي انا اصلا طلعت اقسم بالله بالعلبه فاضيه. والله لو اوريكم العلبه انا اتصدمت يا بنات اقسم بالله طلعت بالعلبه فاضيه. طلعت بيها فاضيه وحمدت ربنا على كده والله العظيم اهي فاضيه اقسم بالله وما خدت منها. قلت كويس العلبه شكلها حلو برضو وشيك يا بنات. ايه رايكم؟ دعكونا دعكونا. ما علينا يا حبايبي. رحت واخده بقى شويه الحاجات دول قلت هينفعوني. طب هتعملوهم في ايه يا ام سما؟ اقول لكم بقى يا بنات هنعمل دول في ايه. انا دي مثلا هعملها زهريه، ادي دي كده بقت زهريه ودي برضو زهريه تانية. تحطيها في اوضه النوم شكلها حلو كده فاهميني. يعني شكلها حلو بنات وريحتها اقسم بالله ريحتها فلاحي كده فاهمين. يعني ايه احنا عندنا الحاجات دي في البلد على فكره يا بنات بيرموها. ده بيبقى طالع جنب القمح وبيبقى طالع جنب القطن وبيبقى طالع جنب الحاجات دي بيرموه. بيبقى طالع زرع كده يعني فاهمين. ده زرع طبيعي، ده زرع طبيعي ما بيموتش خلي بالك زي خوص والحاجات دي يعني. رحت قلت بقى انا اخد دول اعمل بيهم ايه يا بنات، اعمل بيهم زوريتين 3 حتى يبلوا ريق اللي كان عطشان دول تمام. وقلت بقى الحمد لله على كده والحمد لله ان هي جت على كده. هصلصل بقى الطماطم معاكم يا حبايب قلبي. حطينا لنا الزرع كده على الطماطم عشان ما تتحسدش. عشان ايه يا بنات ما تتحسدش؟ صلوا على النبي واذكروا الله.
صلوا على النبي واذكروا الله يا حبايبي، وندعي لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم يا رب ويشفيهم ويكون معاهم يا رب. ان شاء الله ربنا هيكون معاهم احسن من اي حاجة. فيا بنات بقى ايه، عشان ما نخرجش من موضوعنا، طبعا احنا ما فيش في ايدينا الا الدعاء، ما نقدرش نعمل اكتر من كده. فربنا يا رب ايه يعيننا ويبعد الغم عن الامه يا رب، اللهم امين، ويعيننا على اللي جاي. همسك بقى الطماطم دي يا بنات اللي هي الطريه دي، بس دي طريه بس حمرا دمرة، همسكها صلصله يا حبايب قلبي، واقوم عامله ايه، بصوا الهوا يا بنات، الله الله الله. انا قفلت لكم الشباك ده عشان الصوت، وبرده مفيش فايده في الصوت، ما علينا. همسكهم بقى صلصلهم يا حبايبي، ونعمل محشي ونعمل كشري ونعمل مكرونه ونعمل ممبار ونعمل كل الحاجات الحلوه بالقطه دي. يلا يا حبايبي بقى، ما تنسوش لو حد لغايه هنا ما حطش اللايك هزعل جامد منه، وتشيروا لصحابكم كده وتقولوا لاصحابكم كده يخشوا يشتركوا عندي ويشجعوني ويدعموني، لاني انا المفروض يعني واحده المفروض ادعم، مش المفروض ده يعني من واجبكم ومن ذوقكم ان انتوا تدعموني وتقووني وتشجعوني. انا القناه دي لما عملتها كنت اصلا تعبانه ومريضه، فقلت اعمل حاجه ارفه بيها عن نفسي وتدخل لي دخل من وانا قاعده في بيتي. بس والله والله يا بنات انا لسه ما دخليش منها جنيه، بس ربنا يا رب يرزقني ان شاء الله بحد كده يدخل يدعمني دعم كويس، وكلكم تبعتوها لاصحابكم وتشيروا، وان شاء الله باذن الله اعلى بيكم وباراده ربنا ان شاء الله. وربنا يا رب يشفينا ويشفي كل مريض ويصلح حالنا وحال العبيد يا رب، اللهم امين. ويهدي النفوس يهدي، اهم حاجه يهدي انفسنا، ربنا يهدي انفسنا يا رب، اللهم امين. يلا يا حبايبي اسيبكم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم.